عارف يعني ايه اول رئيس لمصر يطلع في لقاء تلفزيوني وهو محبوس في بيته ويقول كلام يهد جبال؟ Il generale Mohamed Neguib e il colonnello Gamal Abdel Nasser crearono il movimento. Fummo molto sciocchi. Andammo a combattere senza munizioni, senza carri armati, senza armi, senza niente. فجر قنابل ما سمعناهاش قبل كده في كتب التاريخ. A malincuore, ma le voglio raccontare un episodio che pochi sanno. الراجل حكى بمرارة حرب 48 ازاي الجيش راح يرمي نفسه في النار من غير رصاص. وصف اللي حصل بالظبط كأنه انتحار. انا نادر جلال، ده برنامج 5 مع نادر. نجيب ما كملش كلامه غير وهو بيخبط في جمال عبد الناصر شخصيا. حكى واقعة غريبة من قلب الحرب، بيقول ان ناصر 7 سكروا وهم محاصرين وجري يطلب الدعم، وادعى انه اتصاب برصاص. Si fece portare all'ospedale nelle retrovie. وطلعت في الاخر في شن. نجيب شافه بعينه في المستشفى بعد الحرب ب 13 ساعة ولقاه بياكل شيش كباب بشراهة. Io uscii dalla corsia e andai a prendere nelle cucine alcuni pezzi di arrosto. Sa, quello che noi chiamiamo shish kebab. E glieli portai. Lui li divorò. Allora pensai, se quest'uomo fosse stato davvero colpito da una pallottola perforante al petto, non potrebbe neanche bere un sorso d'acqua. Allora gli dissi. لما سأل الدكتور قال له ده مفيش فيه خدش واحد. ومن هنا نجيب عرف ان ناصر كان بيهرب من المواجهة. نجيب كمان فجر قنبلة تانية وقال ان ناصر كان بيخطط للانفراد بالسلطة من قبل الثورة ما تقوم اساسا. لقى نفسه معزول ومسجون في فيلة زينب الوكيل، ممنوع عنه الزيارة لمدة 18 سنة. نجيب وصف السنتين اللي حكم فيهم بانهم اصعب ايام حياته بسبب الناس اللي كان بيتعامل معاها. وقلب مرة انا كنت طيب زيادة عن اللزوم وكنت فاكر ان قلوب الناس طيبة، هي قلبي بس. الراجل كان عاوز ديمقراطية وانتخابات وعودة الجيش للثكنات، بس ناصر كان ليه رأي تاني خالص وأسس دولة المخابرات اللي كملت لسنين طويلة. نجيب في الفيديو ده ما كانش مجرد رئيس سابق بيحكي، ده كان واحد بيطلع عشاء عمره وقهره من التجربة اللي بدأت بحلم الثورة وانتهت بسجن انفرادي وضياع تاريخي من كتب التاريخ. تفتكروا نجيب كان مظلوم ولا دي كانت ضريبة الصراع على الكرسي؟ وهل كلامه عن ناصر حقيقة ولا مرارة سجن؟ قول رأيك في الكومنت ومن غير شتيمة في التاريخ. ودي كانت أول حلقة تجريبية لبرنامج 5 مع نادر. أشوفكم بخير.